بالله. وعبد العزيز ما يهم من ايام تنازعت انا وكفيل واحد من عتيبه صليت على النبي اللهم صل وسلم. هو ارفع صوتك. قال لازم انك تنقل مع الكفاله ومدري ايش، والهب القبل ضبط ندور كفيل مدري ايش. القفشه حقي انا معود انها اني اقدق عليها في الاسبوع مرتين ولا ثلاث، وذاك المره تنازعت انا والكفيل نسيته، ومدري شو بن حلال وفاعل خيره بالشيطان ومدري كيف. وصل رساله ان الرجال حري والعتب حولكم. وصلى الله وبارك. اللهم صل وسلم. بالله انا دق عليها قالت لا تكلمني ولا خلاص كنت في خيانه عظمى يا ابن الحلال يا بنت الحلال ويش بش ويش ببوش. قالت انت قالوا انك حري، والدليل على ذلك ان لك اسبوع او 10 ايام مدري كم ما عدك. خافي من الله واتقيه، لا يقع الكفيل من هنا وانت من هنا، تعوذي من الشيطان. قالت ابدا، قلت ها بيت ابوش تحتركوا بثماك ما لا نسكن انا ما نبرينش من اثنين في راسي شو ثلاث. اتقعد تحمل الكلام بجيب ليش بيتين فطنتين ولا ماشي مع الا هذا الكلام. قالت شبات قلت سلامي القفشه ما لها كلها لا وانت قدش قفشاي ما قفشا كماش. قالت لحظه ايش ذا السب بدينا. انا دريت اني غلط. إيه لحظه قالوا ان القفش ذا الحين موضه. قال تمام. اي بالله. قالت واصل سلام القفشه ما لها كلها وانت قدش قفشاي ما قفشا كماش ديرش محبه في فؤادي شلها والله ما بنساش واني في نباش. في الحيد بنصب لي خيام باحلها على عقل الشعاب بيجلسنا وياش حتى على الوبرات اللي تصيد لها وما لحقنا لا القع لمسي وحاش ما عاد بالغربه وقلبي ملها قد ظنك تحالي وسوت بيض فاش لا فايده فيها ومثقل حملها تميت رابش وقت يلقى سير باش. الرأش. قالت خلك على الخط. ارفع صوتك. قالت خلك على الخط. ايه وش تبين؟ قالت من دق باب الحق جواب ايش بتقولين ملي ريضي؟ قالت ابدا شاب ايش بتقولين؟ قالت يا مرحبا بالمغترب بقولها. شاب العواقب مو ذي. قالت يا مرحبا بالمغترب بقولها ما يلمي البارد ويتلاها الرشاش هاجر من الديره ولا عود لها ويا خساره غربتها راحت. بلاش لا يكثر الكذبات دي ما علها لا ساق لي ساعه ولا ريت القماش شل الخياتم والشوالي شلها في قيمه الفيس ما عاد خليت ناسس. شل الخياتم والشوالي شلها وقال قد بجيب من زين النقاش واليوم زاقل زوجته ما جالها ولا ذهب معها ولا تهنت معاش ذي لا ذهب معها ولا رجالها تمسك قبل حيها طواف رأش. ايوه والله ما انا كذبت باجي 5 دقائق مكذوب. ردت جواب صاعد صراحه ولا بعد اسم الطريق. قلت خليش على الخط. ساعتك بتقول كم رصيد خسرت؟ ها؟ باجي 50 ريال. ساعتك بتقول قلت بشرح لكم وش قصتي من اصلها والله متعذر وشلا غلاش الفيزه ب10 و10 قبلها رهنت جربتنا وبيعت الكباش. رأش. وراتبي 2000 بيجمل جملها اذا مسكته من قبض كانه فراش 400 مصروف و4 مثلها معك فيلي للسعودي في المعاش و6 واجب لليمن تحويلها مشان تاتيلش مصاريفش وماش و200 للجوال كلمكم بهانشد على حالش. وايش لقيتها راش تبقى معي 200 لا بل لا هي بتخلص فيستي ولا توقع من العواقب. هي بتخلص فيستي ولا عماش قول ما هي تدق بالحساب معها لا تحسب. 4 و6 و200 و200 قالت 1008 عدها 200 وانا امشي في التريله مسرع طاتي منها من الكافيين والكاميرا قالت قرمت. خبر على قفشاي مكبر عقل هذه كان ساهر صور بالفلاش. قالت بكام الساهر؟ قلت 300. قالت ها وين جلس عندك انا ما فلت بالحرام. هذا القصيده كمان هم يديروا كل ما حصلت مخلوق قال جيبها. الله صح الله لسانك اقسم بالله الله العظيم قصة حلوة جدا ومحزنة في نفس الوقت والله مش لا ومعاناة صراحة تحمل فيها معاناة. الذي يقدر يقول اني مش لحالي
معك مجموعة. هذا عزاي وعزا كل مغترب يمني. أنا في نفس الموال. توقف العواقب. الله يكفاني ان شاء الله. هذا الكلام هو. وش من رسالة توجهها لمتابعينا في الفيسبوك؟ كب الشدة. ها؟ كب هذا لا لي منعك. قفل ساكت. كب هذا.